في فيديو النهاردة هنعمل كريسبي الدجاج أو زنجر الدجاج، وهيطلع معاك زي اللي بنجيبه من بره، مقرمش من بره وطري من جوه، بمكونات سهلة جدا. بس أهم حاجة متنسوش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعلي زر الجرس. أول حاجة كده جبت كيلو صدور بانيه ونقعتها في مية وملح وليمون، وصفتها وشطفتها كده وبدأت أنشفها. نشفتها كويس كده بالمنديل، وبدأت بقى أقطعها على بلانشة. يعني أنا قطعت الصدر حوالي 3 قطع، انت لو حابة 4 مفيش مشكلة، على حسب الحجم اللي انت بتحبيه. هي القطعة واحدة بتعمل سندوتش كبير. بس تضغطيها كده وتشيلي كل الزوائد اللي في الفرخة أو الصدر، وتنضفيها كده عشان تبقى زي ما شايفاها في الفيديو. بس وبدأت أفردها كده وأخرمها عشان خاطر التتبيلة تدخل فيها كويس جدا بالشوكة. خرمتها كده كويس جدا، وبعد كده دقتها كده زي البفتيك، زي ما بعمل البفتيك بالظبط بين كيسين تلاجة، عشان تتفرد معايا والأنسجة بتاعتها تبقى ما تبقاش جامدة في القلي وكده. بس كده شايفين لما اتدقت كده بمدق البفتيك، اتفردت معايا ازاي وكبرت اكتر. يعني ممكن اقسمها كمان نصين تاني. وده اللي عملته، في ان انا بعد ما دقتها قسمتها على نصين. بس كده اجهز بقى التتبيله اللي هيقعد فيها الفراخ البانيه. جهزت كوبايه لبن رايب، وحطيت بابريكا، فلفل اسود وملح وتوم باودر وبصل باودر، مفيش اكتر من كده. اللبن الرايب هيطريها جدا من جوه ويخلي طعمها حلو قوي. لو ما عنديش لبن رايب ممكن استخدم زبادي، ولو ما عنديش زبادي ممكن استخدم لبن واحط عليه معلقه خل. احنا عندنا كل البدائل. وحطيت كده حوالي معلقه صوص حار، ده اختياري لو محدش بيحب الحراق او كده. ضفت بقى صدور البانيه، وقلبتهم كويس جدا كده لان انا مخرماها، فالتتبيله هتدخل بسرعه فين في الصدور البانيه. يعني سيبيها اقل حاجه نص ساعه بس، نص ساعه بس في التلاجة عشان خاطر تشرب من التتبيله. اجهز بقى الكفر اللي انا هغلف بيه سندوتشات الزنجر. حطيت كوبايتين دقيق عادي مفيهوش اي مشكله، وكوبايه نشا، وحطيت الكاري، معلقه كاري كبيره، معلقه بابريكا كبيره، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، معلقتين لبن بودر. اللبن البودر هيخلي الكفر بتاعها شكله حلو قوي، طعمه حلو قوي. وحطيت ربع معلقه فانيليا، فانيليا اللي بنحطها على الكيك والحاجات دي، برضه تخلي طعمها وريحتها زي اللي بنجيبه من المحلات بره بالظبط، مش ما يعتبرش اللي احنا بنعمله في البيت. يعني طعمه زي اللي بنجيبه من بره بالظبط في المحلات المشهورة اللي احنا قطعناها. بس هقلبهم كويس جدا كده. هاخد شوية كده من الكفر اللي انا عملته، يعني قيمة ربعه كده بالظبط. وحطيت عليه بيضتين ونص كوباية مية، ويا ريت تكون باردة أو ساقعة. وهخلطهم كويس جدا كده بالمضرب. وظبطت الملح بتاعه، نص
كوباية مية بس على الخليط، ما زودش اكتر من كده. بس كده جهزت اللي هنزل فيه البانيه. هنزل الاول في التتبيله السائله وبعد كده في الكفر اللي انا عملته. النشا بقى والدقيق هيعملوا لي التعريجات اللي هي زي اللي بنجيبها من بره. اضغطه كده كويس وبعد كده انفضه، واكون مجهزه الطاسه على النار، حاطه فيها زيت كده يعني، ومسخناه على درجه متوسطه، وانزل فيه على طول عشان خاطر لو انا سبته شويه هيعجن معايا. فلا، انا بعد ما اعمله في الكفر ده هنزله على طول في الزيت. هعمل واحده تانية معاكم عشان تشوفوا الطريقه. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك يا جماعه. بجد يعني انا بحبكم جدا، وشكرا جدا على دعمكم ليا المستمر. بجد الطريقة دي هتغنيك عن يعني شوفي سعرها كام السندوتشات دي دلوقتي، غير ان احنا مقاطعينها فمش هنحرم اولادنا من الحاجات الحلوة دي. لا، احنا نعملها احلى كمان. بس هنزلها في الزيت على طول كده، يعني اتبل واحط في الزيت على طول. بس الحرارة تكون سخنة، وبعد كده ههدي النار على درجة حرارة متوسطة لغاية لما تحمر معايا. زي ما انتوا شايفين طالعة لونها ذهبي وجميل ازاي. هصفيها كويس جدا كده وهطلعها كده على مصفى او شبكة. ما طلعهاش في مناديل عشان المناديل هتلزق فيها. والكفر بتاعي ما اتخلعش مني، ولا رغم ان انا ما سبتوش في التتبيله ولا في الفريزر ولا اي حاجه. وطلع معايا الكفر ثابت ومقرمش جدا ولونه ذهبي. هبدأ بقى احمص البرجر، عيش البرجر اللي انا جايباه من بره. حطيت كده يعني ربع معلقه زبده، وسخنت طاسه كده ما تكونش بتلزق، وبدأت احمص في العيش. زي ما قلت لكم كده، طلعه على شبكه او اطلعه على مصفى. بس ابدا اجهز بقى السندوتش. احط الاول الصوص اللي انا عاملاه ده، حاطه كاتشب على مايونيز مع بعض. وفي بيبقى في السوبر ماركت برضو جاهز خليط الكاتشب على المايونيز مع بعض. وحطيت قطعه البانيه كده، او قطعه الزنجر، او كريسبي الدجاج. وبعد كده حطيت صوص، وبعد كده حطيت الخس او الكابوتشا. ولو في طماطم حطي، بس انا مكانش متوفر عندي الطماطم. بس حطيت كده قطعة تاني، ان انا هعمله بطبقتين. وحطيت من كل طبقة كده الصوص اللي انا عاملاه. وحطيت قطعة لانشون كده. ورحت حطيته اخر طبقة. بجد شكله يعني وطعمه يجنن. اعمل بقى اللي هو بطبقة واحدة بس. حطيت برضو العيش المحمص، حطيت عليه الصوص. وحطيت قطعة البانيه او قطعة الزنجر. وحطيت طبقة صوص تاني. وضفت الخس كده، اللي انا غسلاه ومصفياه كويس. وبعد كده قطعة اللانش. وحطيت اخر طبقة. فكده انا عملت لك نوعين،
اللي هو بطبقتين وبطبقة واحدة، زي ما انت تحبي اعملي. بجد جربوا الوصفة وهتعجبكم جدا، ويطلع احلى كمان من المشتري من بره. وبجد اقتصادي جدا. يعني صدر الفرخة عمل معايا 4 سندوتشات بمكونات يعني بسيطة جدا. السلام عليكم.